ازيك؟ هنتكلم عن الخيال في الشطرنج او ما يعرف بالتصور الذهني. مش مجرد رفاهية عقلية، ده واحد من اقوى الاسلحة اللي بتميز لعيب متوسط عن لعيب خبير، وبتميز لعيب خبير كمان عن ماستر او استاذ. التصور الذهني مهم جدا لانه بيخليك تشوف المستقبل من غير ما تحرك قطعة واحدة. تقدر تلعب نقلات في دماغك وتقيم النتيجة قبل ما تلتزم بيها فعليا، زي كأنك بتختبر سيناريوهات وتختار الافضل. تحسب نقلات طويلة بدون ما تتوه. كل ما خيالك بيكون قوي، كل ما بتقدر تمسك سلسلة أفكار أطول. تقدر تحسب 5 ل7 نقلات لقدام ليك وللرصيد بتاعك من غير ما تتلخبط أو تنسى مين واقف فين، فتضطر تلعب بشكل عشوائي. بتتفادى الفخاخ قبل ما تقع فيها. ببساطة أنت تقدر تتخيل فخ الخصم أو نقلات الخصم وتشوف النتيجة حتى لو أنت مشيت في الطريق الخصم ماشي فيه. توفر وقت في الساعة. تلعب ماتش شطرنج دولي انت بتلعب بساعة، لو وقتك خلص تخسر. فأكيد مهارة زي دي بتخليك تقدر تتحكم في وقت الساعة بشكل أحسن من رصيدك، وده بيديك عليه أفضلية. بتاخد ثقة أكتر في قراراتك، بتحس بثقة بنفسك. أنت مش بتخمن، أنت بتشوف النتيجة فعلا في دماغك بناء على تصور. ده أساسي جدا عشان تتعلم إنك تلعب بعد كده من غير ما تشوف البورد. دي أقصى درجات الشطرنج الذهني. بعض اللعيبة بيقدروا يلعبوا 5 ل10 مباريات من غير ما يشوفوا رقعة شطرنج أصلا. كله بيتلعب بعين العقل، ودي المرحلة اللي أنا شغال عليها عشان أوصل لها حاليا، إن أنا ألعب من غير ما أشوف البورد. والمهارة دي مهمة جدا، ودي ساعدتني كتير إن أنا أقدر ألعب حوالي 20 أو 30 أو أكتر من كده كمان من غير حتى ما أشوف البورد. الشطرنج مش بس لعبة قطع، الشطرنج ده لعبة خيال. الخيال هو المدرب اللي بيخليك تشوف الفوز قبل ما يحصل، ولو ما عندكش التصور ده فانت دايما بتلعب على رقعة ناقصة. مش مهم تغلط، المهم انك تجرب مرة واتنين وتلاتة، والتدريب المستمر هيخليك احسن. ودايما تذكر ان سلحفة في الطريق الصح احسن من ارنب ماشي في الطريق الغلط. عايزين بقى نشوف الموقف ده مع بعض. هنتخيل نقلتين مع بعض، وبعد تخيل النقلتين دول هنحاول نحسب احسن خط او احسن تكمله. تخيل معايا الابيض لعب نايت على الاي 5 والاسود لعب بيشوب على البي 5. الابيض لعب نايت اي 5 بيهدد الفيل. الفيل جه هنا على البي 5 تحت حمايه حصان الدي 6. انت هتعمل ايه بعد ما الاسود لعب نقله البيشوب على البي 5؟ وقف الفيديو لمدة دقيقة وحاول تخمن أفضل نقلة موجودة أو أحسن لاين أنت ممكن تمشي فيه. وقفت الفيديو لمدة دقيقة، عرفت تحسب اللاين بعينك بمجرد التخيل. خلينا نشوف اللاين مع بعض. الأبيض لعب نايت A5 عايز الفيل. هو لعب نقلة البيشوب على البي 5. عايزك تتخيل مرة تانية في دماغك كده ايه احسن نقلة عند اللاعب الابيض. احسن نقلة عند اللاعب الابيض هو روك تيكس بي 5. كسبت قطعة، وبعد ما ياخد الروك اقدر اطلع فوق اخد الروك بتاعته بتشيك وبوزيشن افضل بكتير. انا خلاص اوريدي انا بكسب. عايزك تتخيل نقلة تانية. عايزك تتخيل لو اللاعب الابيض لعب روك في دي 6 عشان الفيل ده ما يكونش تحت حماية الحصان، فيقدر ان هو ياخده بطبي. لو الابيض لعب روك دي 1 في نايت دي 6، اللاين في دماغك ممكن يمشي ازاي؟ برضو حاول توقف فيديو وتحسب اللاين ده في دماغك وتشوفوا اللاين ده ممكن يودي على ايه. خليني اوري لك لو الابيض لعب روك تيكس نايت على دي 6 اللي ممكن يحصل في الحالة دي.
انا خلصت من الحصان. جميل، انا اقدر اخد الفيل ده دلوقتي لان الحصان اللي كان بيحميه مشي. روك دي 6، ولو انا اخدت هينزل بتشيك ويقول لي عايز الملك بتاعك، تيجي بالكينج هنا بيخسرك الفيل. ده الموقف اللي كان معانا النهارده، وفيما بعد ممكن نشوف مواقف اكتر صعوبة بكتير. نحاول اننا نتخيل الموقف على الرقعة، ونتخيل سلسلة النقلات دي في دماغنا، وبعد كده نطبق النقلات دي.